السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تسجيل صوتي بعنوان يقتلون القتيل ويعزون فيه. حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. حسبنا الله ونعم الوكيل في هذا المجلس العسكري المتآمر على الثورة، الخائن لمبادئ الثورة، المفشل للثورة، لكن مش هيستمر بإذن الله، وهتنجح ثورتنا بإذن الله، وهيروحوا في مزابل التاريخ وسيذكرهم الناس باللعائن المتتالية. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. مصريون، مش هقول مسلمون، بقول مصريون معتصمون وسلميون. تضربوهم ليه بالنار وتساعدوا على ضربهم ليه بالنار؟ 7 شهداء إن شاء الله و93 مصاب. والمجلس المتآمر، المجلس القاتل للمصريين لأبنائه يعرب عن أسفه. يا سلام، بيتأسفوا. ما هو أنا زي ما قلت في التسجيل، يقتلوا القتيل. في ناس تعمل كده، يموت القتيل ويروح يمشي في جنازته ويروح يعز فيه كمان بالليل وهو اللي قتله. لا، وتضحك على الكلام بقى اللي يفطس من الضحك. الناس دي عايشه في ميه البطيخ، مش معانا. دول بينزلوا لنا من المريخ ويطلعوا تاني. بيقولوا ايه؟ الدم المصري غالي، دم المصري غالي. هو يظهر فعلا عشان دم المصري غالي بيضحوا بيه. ما هو دم حاجه غاليه بقى يعني. واخيرا البعث قوات تفصل بين المتظاهرين. يا سلام، متظاهرين. مين بقى اللي يفصل بين المتظاهرين؟ طب دول شباب مسالم طالعين بيطالبوا بإلغاء المادة 28 وبتسليم الحكم من المغتصبين اللي اغتصبوا الحكم، اللي هو المجلس العسكري، اللي اغتصبوا الحكم واللي تعيينهم باطل، لأن اللي معينهم حسني المجرم، حسني باراك، اللي كانوا بيخدموه. هم يعني كانوا ملايكة يعني ما شاء الله البلد بتتنهب وبتتسرق وهم قاعدين على المصلية يعني؟ لا طبعا. واحنا بس قلنا يمكن يكونوا فاهم، ولا يكونوا يعني زي اخونا عبد الجليل بتاع ليبيا مثلا، لما طلع واعتذر وقال والله انا بعد ما اخلص لو عايزين تحاكموني وكذا 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 مثلا يعني. انما لا، اللي معينهم حسني باراك، وده تعيينه باطل لانه هو اصلا مخلوع، والمخلوع ما يعينش. وفي اول بيان ليهم بيقولوا نشكر السيد الرئيس حسني مبارك. وبعدين بقى وظهروا على حقيقتهم في محمد محمود وادي العباسية ومسبيرو من قبل، وفي بورسعيد وغيره وغيره وغيره، شارع مجلس الشعب ومجلس الوزراء. قتلة صحيح، مش هم اللي بيضربهم كمجلس، لكن هم اللي بيدوا التعليمات والأوامر. نتكلم بوضوح، الأمر بوضوح يعني. وزارة الداخلية موجودة، 1.5 مليون عسكري أمن مركزي وضباط شرطة وأمن دولة اللي رقوهم بدل أمن الدولة، عملوهم أمن الوطن عشان يقدروا يضربوا في الوطن كويس يعني. المجرمين دول لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. مش كانوا بيعذبونا ويعلقوا الإخوة على في البتاع ده من رجليهم والضرب والتعذيب، ويقول يا لا إله إلا حسني مبارك، ده ربنا ما يقدرش على حسني مبارك يلا إلى آخره. دول اللي عينوهم امن قومي، مش امن، كانوا امن دوله بقى وامن قومي. دول موجودين لغايه دلوقتي. وفي قسم في وزاره الداخليه كان عامله حبيب الزفت العدلي ده شغل البلطجيه. مين البلطجيه؟ عارفهم بالاسم وعامل لهم دوسيهات كل واحد، ويجيبهم وقت اللزوم، يجيبهم لما يحبوا يكسروا حاجه يضربوا حاجه، يجيبوا دول يضربهم بدل ما يقول لك الامن هو اللي بيضربنا. والمجلس فاهم كده كويس، والمجلس بيتعاون معاهم على كده. انا كلامي واضح. مش عايزين بقى شغل الدروشه بقى اللي طالع لي ده على التلفزيون يقول لك ايه، احنا مش عايزين حاجتين، مش عايزين صدام ومش عايزين تخوين لغايه ما يقتلونا يا اخويا، لغايه ما يخلصوا علينا خالص. ايه مش عايزين صدام؟ احنا مش عايزين صدام، هم بيصطدموا بينا. انت بتقول لنا الكلام ده، روح قول لهم. والتخوين لا دول خونه، والا اللي يساعدهم ويأيدهم هيبقى خاين زيهم. نتكلم بمنتهى الوضوح ونتكلم بمنتهى البساطة. اللي هيساعدهم يبقى خاين زيهم. دول قتلة وسفاكين دماء، بيروحوا يجيبوا البتاع البلطجية اللي تبعهم. وعلى فكرة هم برضو اللي فتحوا سكة لمعركة الجمال، عشان الكلام يبقى واضح يعني. هم بصراحة واضحين، احنا اللي مش واضحين. هم واضحين، ضحكوا علينا واستهبلونا، وراحوا استفتونا على 6 مواد وحطوها 63 مادة. ودلوقتي بقى يضحك بقى على ايه يا سيدي؟ كلام واضح جدا جدا. بيقولوا سيتم الإعلان دستوري
مكمل، هيعملوا اعلان دستوري مكمل يوضح، بص يوضح اختصاصات الرئيس. انا قلت الكلام ده قبل كده ورب الكعب، دول بيتاجروا في اكتر من 400 شركة، دول بيأثروا في اقتصاد مصر ب 30%، دول معاهم مليارات، هيسيبها لك ويمشي كده؟ هيبقى طنطاوي بعد ما رئيس جمهورية ينزل وزير دفاع ويجي الرئيس يروح يشيره؟ مش ممكن. فخلاص ما دام انتوا عايزين الرئاسه زي ما كنتوا عايزين مجلس الشعب، جبنا لكم مجلس الشعب وقصصنا ريشه ونتفنا ريشه ومالوش قيمه خالص خالص. بقول مجلس الشعب مالوش قيمه خالص خالص، بدليل رئيس مجلس الشعب طالع يقول ان مجلس الشعب، اسمعوا الكلام كويس، ليس لديه صلاحيات لاقاله الحكومه. الله يا اخويا، امال كنتوا قاعدين تعملوا ايه؟ طب امشوا خلاص، اطلعوا بقى على التحرير، خد مجلس الشعب واطلع على التحرير. يا جماهير مصر، انتخبتونا واخترتونا، ده ايه ده؟ اكتر من 60% من المصريين انتخبوا، 30 مليون صوت، فين دول؟ اطلعوا بقى في التحرير وقولوا لهم احنا طرابيش مش عارفين نعمل حاجه. انا على يقين ان مجلس الشعب اللي موجودين والله العظيم بيعملوا عمايل فعلا قويه جدا واجتماعات وعاملين زي ما شبهت قبل كده، قلت ان زي اللي عازم واحد او عازم 3 4 عنده في البيت ولا مجموعه كبيره، ومراته يا عيني واقفه من قبلها بيوم في المطبخ عماله تطبخ وتعمل، وهو بياخد الطبيخ كله يترمى في الزباله، وجم الناس علشان ياكلوا يقسم لهم بالله، امراته تقسم بالله انها واقفه من بالليل عماله تطبخ ايوه بس فين هو؟ بالظبط كده. مجلس الشعب سهران وقاعدين يعملوا في قرارات ويطبخهم، والمجلس العسكري الخائن للثوره عمال يرمي الاكل في الزباله. بقى لما يطلع لنا رئيس مجلس الشعب يقول ليس ان مجلس الشعب اللي احنا اخترناهم ليس لديه صلاحيات لاقاله الحكومه، هيبقى بمنتهى البساطه هقول له طب وقاعد تعمل ايه؟ خد المجلس بتاعك واطلع على التحرير، يقوم الشعب كله يقوم على المجلس، وان شاء الله باذن الله يكون مصيرهم زي مصير حسن حماره كده، يلحقوا بيه بقى ويقعدوا علشان نبني مصر يا ناس. عايزين نبني بلدنا، عايزين نبني بلدنا. اهم دلوقتي المجلس دلوقتي عشان خايف ان اي حد من الاتجاه الاسلامي يطلع، هو طبعا عمال يطمنا وعمال يقول لك ان الانتخابات هتبقى نزيهه 100%. ما عمرناش ما انتوا كنتوا قبل كده موجودين وشايفين الانتخابات، هو عمر الحاجه نزيهه هترجع؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ويطلع بقى المسجد اللي يستهبل ويقول لك ان المجلس اسف لسقوط ضحايا. امال مين اللي جاب الضحايا؟ تقتلوا القتيل وتطلعوا في جنازته؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. اهم القضاة طالعين وادي المستشارين طالعين بيقولوا ان المجلس العسكري لا يحق له اصدار اي اعلان دستوري مكمل. شوف كلمه مكمل، واخد بالك؟ مكمل يعني ايه؟ يعني نحط احنا اللي احنا عايزينه. انتوا عايزين تجيبوا رئيس، هاتوا الرئيس، بس لا يجوز للرئيس انه يحاسب المجلس، وان المجلس وما ان ذلك سوف ان بس. وهات بقى شيخ المسلمين يحكمنا، هات اي شيخ من المشايخ يحكمنا، ما عنديش مشكله. ليه؟ لان احنا حطينا الاعلان اللي احنا عايزينه وحمينا نفسنا. مجلس عسكري طالع يقول لك لا يمكن الغاء الماده 28. ليه مش عايز تلغيها؟ ليه؟ الناس طلعت في ميدان التحرير ملايين بتقول لك الغيها، مش عايز تلغيها ليه؟ الخلاصة علشان ما نطولش، وانا دايما احب اخش في الموضوع واساس الموضوع، بقول اللي بيقولوا ان الاعتصامات اللي حوالين مبنى المجلس العسكري ووزارة الدفاع تروح للتحرير، لا، خلينا عندهم. انتوا القتلة، وانتوا اللي قتلتوا اخواننا، وانتوا اللي فشلتوا الثورة. يبقى حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. عايزين القصاص للدماء اللي أسيلت دي، الدماء اللي أسيلت. وكرر تاني، بلاش الفسحة بتاعت يوم الجمعة دي اللي بيطلعوا لميدان التحرير ويرجعوا على المغرب. عايزين ترجعوا والله العظيم بكرر تاني، لو هتفضلوا على كده المجلس مستعد يجيب لكم فطار وغدا وعشاء كمان، ويجيب لكم ايس كريم ويجيب لكم ذره كمان، يشوي لكم ذره. ما دام بقت فسحه بقى تطلعوا ترجعوا. طب ترجعوا ليه طيب؟ طب هو الاساس. طب طلعتوا ليه؟ كنتوا طالعين اصلا ليه؟ مش اللي طالع ده عشان يحقق 1 2 3 4؟ ما حققتش ولا حاجه من دي. يبقى راجع ليه؟ مفيش رجوع الا لما يجيبوا لنا حق دم المصريين سواء كانوا مسلمين او مسيحيين. يجيبوا الدم ده، حق الدماء دي، يجيبوا حق الدماء دي ويورونا بقى ظهرهم كده ويروحوا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
والله ما مسامحينهم، والله ما مسامحينهم، والله ما مسامحينهم. وفي آخرة هيشيلوا فيها الدماء دي كلها، والمصابين اللي لسه بيعانوا حتى الآن. يقتلون القتيل ويعزون فيه. أيوة بس في آخرة يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجدي غنيم.